هل صدفة إن البلد دي دونا عن كل بلاد الدنيا تتذكر في القرآن 5 مرات بشكل صريح و34 مرة تلميع وتصريح؟ صدفة؟ طب صدفة إنها تتذكر في التوراة والإنجيل 698 مرة كلمة مصر، المصري، المصريين 698 مرة في أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد وسفر التكوين والأناجيل ال4 وسفر الرؤيا 698 مرة مصر، المصري، المصريين. صدفة؟ طب صدفة إن المرة الأولى والأخيرة اللي يتجلى فيها رب العزة على بشر ويكلمه ويكلم سيدنا موسى هنا في وادي طوى في جبل الطور في سينا في مصر؟ برضه صدفة. طب صدفة إن ستنا مريم وسيدنا عيسى أثناء هروبهم من الرومان في رحلة العائلة المقدسة تطأ أقدامهم الشريفة البلد دي ويجوا يعيشوا فيها أكتر من 4 سنين في بلبيس وفي أسيوط؟ صدفة برضه. طب صدفة إن ستنا هاجر اللي هي زوجة أبو الأنبياء وبعدين أم سيدنا إسماعيل اللي هو أبو العرب، أول من نطق العربية، هاجر دي تبقى قبطية مصرية؟ دي برضه صدفة. طب صدفة إن القائم على خزائن الأرض واللي ينقذ العالم من مجاعة في يوم من الأيام يبقى هو نفسه القائم على خزائن مصر ووزير ماليتها ويبقى نبي سيدنا يوسف؟ دي برضه صدفة. صدفة إن سيدنا النبي يتجوز ماريا ويخلف منها ابنه إبراهيم وماريا دي تبقى قبطية مصرية؟ برضه صدفة. استحالة كل دي صدف. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كل ده ملوش غير معنى واحد، إن البلد دي بلد عظيمة بجد، بلد استثنائية بجد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشان كده برضه مش صدفة إن المليون كيلو متر مربع اللي بيمثلوا البلد دي يبقوا في بؤرة وسنتر العالم بالمنظر ده. بص على الخريطة وعلى الكرة الأرضية تلاقي البحر الأبيض مودي على المحيط، البحر الأحمر على المحيط التاني، الأمريكتين كده، أوروبا وآسيا كده، وأفريقيا أهي، وادي استراليا، وأنت في السنتر بشق البلد نصين أعظم وأطهر وأطول نهر في العالم اللي هو نهر النيل. هذا الموقع الشديد التميز الفريد جغرافيا. صدفة؟